سلام كفيدات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو بصحه جيده واحوال طيبه ان شاء الله. مرحبا بكم فيديو جديد في روتين جديد ووصفات جديده. ما عليكم تتبعوا غير الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنسونيش من لايك الفيديو وتعليق زوين بحالكم، واللي مازال ما ضماتش لعائلتي تخلي لي اشتراك وتاكتيفيتي لاكلوش باش يبقى يوصلك كل جديد. واجي نبداو على بركه الله في اول خطوه في هذا الروتين هذا، وهي الماسك ديال نواه التمر اللي كيبيض الجسم وكيوحد اللون ديال الجسم وكيحيد لك البقع الداكنه اللي في الجسم ديالك. اول مكون كيف ما قلت لكم، المكون الرئيسي في هذا الماسك هذا هو عظومه ديال التمر او نواه التمر. ناخذ الكميه اللي بغينا، غادي نديروها فوق شي مقلاة ونبقاو كنحرقوها مزيان حتى يتبدل لينا اللون ديالها ويكون اسود، حتى هذوك العظومه او نواه التمر يتحرقوا لينا مزيان. نبقاو نحركوهم مع التحريك المستمر، نحركوهم عفوا من جميع الجوانب حتى نحصلوا على هذه النتيجه هذه، ونحصلوا على نواه التمر محروقه باش يسهل علينا باش نطحنوها ونحصلوا على الغبره ديالها او نحصلوا على الباودر ديالها. ومن بعد كنطحنوها ولا كندقوها، ولا مهم خاصنا نحصلوا على الغبره ديالها. انا استعملت هذا الدقاق هذا ودقيتها مزيان، ولا عندكم هذيك الطحانه ديال العطريات تقدروا تطحنوها. اهم حاجه ان هاد نواه التمر تولي لينا بودره. من بعد ما دقيتها نصفيها ضروري كيف ما قلت لكم باش نحصلوا على هذيك البودر الناعمه ديالها بهذا الشكل هذا، باش يسهل علينا تخلط لينا في الماسك ديالنا ومع المكونات اللي غنذكر لكم دابا. كيف ما قلت لكم البنات، خدينا بودر ديال نواه التمر، زدنا عليه واحد الكميه ديال النشا، وزدت عليه كذلك واحد الكميه ديال الارز. الكميه كتبقى اختياريه، ديروا الكميه اللي غادا تكفاكم. زدت عليه كذلك واحد الكميه ديال الحمص مطحون، وكذلك زدت عليه واحد الكميه ديال العدس الاحمر مطحون. زدت عليه كذلك القهوه سريعه الذوبان، وغادا نزيد عليه واحد الكميه قليله من الخرقوم البلدي او الكركم. كيف ما كتشوفوا المكونات كامل اللي ذكرت لكم في السابق غنيه عن تعريف في التبييض وتوحيد لون الجسم. انا قررت نجمعهم كاملين في ماسك واحد باش يعطيوني فعاليه اكثر. كنخلط النواشف مع بعضياتهم باش يسهل علينا ملي نديروا السوائل ونجمعوهم مع بعضياتهم. ومن بعد غادا نزيد عليه ماء الورد. غادي يبان لكم اللون ديال الماء الورد ابيض داكن حيت دايره فيه لبان الذكر، لايحه فيه واحد حجيرات ديال لبان الذكر. ومن بعد البنات غادا ندير فيه واحد القطرات ديال الليمون او الحامض. بالنسبه لهذا الماسك انا ما غنديروش لوجهي، الا كان شي وحده فيكم بغات تستعملوا الوجه ديالها تستغنى على الحامض وما ديرش فيه الحامض. الحامض مبيض خطير، فيتامين سي، كيغذي لينا البشره، كيوحد لينا لون البشره. لكن الا كانت البشره حساسه راه كيأثر عليها. الا كانت البشره ديال الوجه، حيت كنعرفوا البشره ديال الوجه كتكون رقيقه ماشي بحال باقي الجسم. انا ننصحكم دخلوه في الوصفات ديال العنايه بالجسم كامل، لكن تجنبوا الوجه حفاظا على الاذيه، غير حفاظا تجنبوه. وكنخلطوا المكونات البنات كاملين مع بعضياتهم حتى كنحصلوا على هذا الماسك الخطير. القوام ديالو الكريمي لصالح الاستعمال. كذلك البنات الا عندكم ياغورت طبيعي تقدروا تخلطوه بياغورت طبيعي. كذلك بغيتوا عندكم حساسيه من الليمون وبغيتوا تفاداوه ممكن، غير هو كيزيد يعزز الفعاليه ديال هذا الماسك حيت الحامض مبيض خطير للجسم. كيف ما قلت لكم الا عندكم ياغورت طبيعي تقدروا تضيفوه حتى هو على المكونات، كما تقدروا تخلطوا به غير هو بوحده. ومن بعد البنات كنطبقوا الماسك ديالنا على الذات ديالنا. اي منطقه بغيتي ديري فيها هذا الماسك راه يسمح لك ديريها. بغيتي تدخليه معاك للحمام من بعد ما تحكي وديري المقشر ديالك ديريه كماسك مبيض للبشره ديالك. المهم تقدري ديريه للذات ديالك كامله. ودابا البنات غادي نجيو نديرو واحد لا روتين خفيف ظريف العنايه بالرجيلات، حتى هما ما نساوش الرجيلات، نتهلاو فيهم العواشر جايين غادي نحتاجوهم، غادي نبقاو واقفين في الكوزينه، داكشي علاش خصنا نتهلاو فيهم. غادي نحتاجو واحد سطالي ولا بانيو نقدروا نديرو فيه رجيلاتنا. غادي نديرو فيه الماء الساخن، ومن بعد غادي نزيدو عليه القليل ديال الملح الخشن، الملح ديال الطعام العادي. غادي نزيدو عليه نعصروا عليه واحد القطرات ديال الحامض، وإلا عندكم الخل ديروا الخل يستحسن
يستحسن نديروهم جوج، ديروا الخل والحامض، وغنضيفوا هذاك لا طرونش الحامض ولا نقطعوا طرونشيات الحامض نضيفوهم على هذاك الماء. غادي نزيدوا واحد الوريقات ديال الورد باش يعطيونا جماليه ويعطيونا كذلك راحه، وغادي نزيدوا واحد القليل ديال الخزامه كذلك حتى هي كتمتص العيا وكتخلي ريحه زوينه. كنخليو حتى هذوك الاعشاب يطلقوا لينا شويه في الماء، كنخليو الماء يطفى وديك الساعه كنحطوا فيه رجيلاتنا. ما نحطوش رجيلاتنا والماء يكون سخون. ومن بعد البنات ما كنحيدوا رجيلاتنا من الماء، حاشاكم البنات حاشاكم، كنخليهم واحد المده كافيه. الا كانوا رجيلاتكم مكرفتين خليهم حتى ل 20 دقيقه ياخذوا الراحه ديالهم باش يتحيدوا لكم كاع هذوك الخلايا الميته، يخرجوا لكم كاع هذوك الوسيخات والقشور اللي عندكم في الرجيلات ديالكم. ومن بعد البنات كناخذوا الحكاكه ديال الرجيلات او كنحكوا رجيلاتنا مزيان باش نحيدوا كاع هذوك الخلايا الميته وهذوك القشور. نحكوا القديمات الرجيلات كاملين من الفوق ومن التحت حتى نحسوا برجيلاتنا تحكوا لينا مزيان. المهم نعطيو الوقت الرجيلات نحيدوا كاع هذوك الخلايا الميته باش يبقاو لينا رجيلاتنا رطيطبين. من بعد ما كنحكوا رجيلاتنا مزيان كتجي المرحله او الوقيته ديال المقشر، وغنحتاجوا في هذا المقشر هذا لا باز ديالو اللي هو السكر الخشن بيان سور. غادي نحتاجو فيه واحد المعلقه ديال حب رشاد زوينه في المقشرات، كتلق هذاك الجيل ديالها اللي كيساعد على الترطيب. زدت عليه واحد الرشات ديال زيت الورد وتقدروا تستعملوا اي زيت متوفر عندكم. كذلك زدت عليه واحد 3 الكبسولات ديال اوميغا 3 وتقدروا ديروا حتى الفيتامين او. زدت واحد المعلقه ديال هذا الكريم المرطب هذا وتقدروا تستبدلوه او ديروا اي كريم متوفر عندكم. ومن بعد زدت عليه واحد الكميه ديال زيت الزيتون وكنخلطوا المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى كنحصلوا على هذا القوام. هذا الماسك هذا ديجا شاركته معكم في سلسله ديال المقشرات، لكن البنات خطير وفما كنبغي نستعمل شي روتين كنستعملو. ومن بعد كنطبقوا على رجيلاتي وكنقوم به رجيلاتي كاملين من الفوق من التحت من جميع الجوانب. ودابا البنات غادي ندوزو الماسك. من بعد ما قشرنا رجيلاتنا غادي نحتاجو فيه معلقه ديال النشا، معلقه ديال الحليب بودره، شويه ديال النيله الزرقاء، غادي نخلطوه بمعلقه ديال ياغورت طبيعي، وغادي نزيدو عليهم واحد الخماره او بيكين باودر او الخميره الكيميائيه، وغادي نزيدو عليهم واحد القطرات ديال الليمون او الحامض. وغادي نخلطوا المكونات كاملين كيف ما كتشوفوا الحامض مع بيكين باودر او الخميره كيتفاعلوا لينا، وكنخلطوا المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى كنحصلوا على واحد الماسك القوام ديالو كريمي. ومن بعد كنطبقوه على رجيلاتنا بالتساوي من جميع المناطق او رجيلاتنا كاملين من الفوق من التحت. كنوزعوا الماسك على رجيلاتنا كاملين وكنخليوه حتى كينشف معنا مزيان. من بعد البنات ملي كينشف كنزولوه بهذه الطريقه وكنفركوا رجيلاتنا، ومن بعد كنغسلوا رجيلاتنا مزيان من هذا الماسك. ودابا البنات من بعد ما غسلنا الرجيلات غادي نجيو للضفيرات وغادي نقوهم حتى هما. غادي نحيدوا هذوك الزوائد اللي كيكونوا في الجناب الخلايا الميته، وغادي نبردوا الضفيرات حتى هما باش نقادوا الضفار، نبردوهم مزيان ونقوهم مزيان. ومن بعد كتجي المرحله ديال الترطيب. خديت فازلين هو اللي كيرطب ليا مزيان، وملي كلبست قشرات كيبقى محافظ ليا على الترطيب. كنرطب به رجيلاتي كاملين من القديمات، نركزوا على القديمات بالاخص فازلين باش يبقاو لينا رطيطبين. ومن بعد كنلبسوا القشرات باش يبقاو محافظين لينا على الرطوبه. حتى لهنا البنات نقول لكم السلام عليكم بالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش ليا لايك، تعليق زوين بحالكم، واشتراك واكتيفيتي ولا كلوش.